99% في تغيير خط الدفاع النهارده للاهلي قدام غزل المحله. كريم فؤاد في اليمين، كوكا في الشمال، اشرف داري واحمد رمضان بيكهام اتنين قلب دفاع. وباذن الله لو ريبيرو صحي وبدانا بكثافه هجوميه من اول دقيقه وضغطنا على غزل المحله في ال 18 من اول الشوط الاولاني، هنطلع بجون او اتنين في الشوط الاولاني. علاء عبد العال هيتراخم كالعاده وهو بيدافع بس زي ما احنا عارفين، بس باذن الله مع خط الوسط اللي يعني الناري بتاعنا والهجوم المكثف والضغط من اول دقيقه واختراق من الاطراف وكروسات، لو لعبنا كده نخلص الماتش في الشوط الاولاني. باذن الله يكون الحظ والمكسب النهارده حالفنا، وباذن الله نرجع من استاد غزل المحله الرخم التقيل اللي احنا عارفين ان هو استاد تقيل باذن الله بالثلاثه بونت. ده كان توقعي النهارده بالنسبه لخط الدفاع بتاع النادي الاهلي. خط الوسط مش هيكون في اي تغيير بناء على ماتش فاركو اللي فات، ومش هيبقى في اي تعديل بالنسبه للمهاجمين الا لو حد نزل مثلا في الشوط الثاني مجرد ان هو يعني يريح حد بدنيا وكده. انما كتغيير جذري هيبقى في خط الدفاع لان احنا مضطرين زي ما احنا عارفين. باذن الله يعني نبارك لبعض بعد الماتش باذن الله، واشوفكم في فيديو تاني على خير. كان معاكم ميدو الصباغ، واشوفكم بعد الماتش. السلام عليكم.